اسمع، في الفيديو ده هديك طريقة، والطريقة دي لو طبقتها زي ما هشرح لك بالظبط في الفيديو اللي انت بتشوفه دلوقتي، وثقتك في نفسك ما زادتش او ما حسيتش باي تغيير حصل بعد ما شفت الفيديو ده، انا مستعد احذف قناتي. هتقولي للدرجة دي يا توماس بتراهن انك تحذف قناتك لو الطريقة او لو الفيديو ده ما فادنيش بالموضوع اللي انت بتتكلم عنه اللي هو الثقة بالنفس؟ هقول لك ايوه، انا مستعد احذف قناتي، لان انا متأكد 100% انه الكلام اللي انا هقوله لك النهارده هيغير لك حرفيا كل حاجة في حياتك، وهفهمك في الفيديو ده كمية حاجات انت ما كنتش فاهمها او ما كنتش تعرفها، وبعد لما تفهم الحاجات دي وتطبق الطريقة اللي هقول لك عليها، حرفيا ثقتك في نفسك هتزيد، وهتخلي كل الناس اللي حواليك بيتمنوا انهم يكونوا عندهم ربع الثقة اللي عندك. وصدقني توماس اللي انت شايفه بيتكلم قدامك ده حرفيا كان اكتر انسان معدوم الثقه بالنفس. انا عارف ان انا وعدتك كميه وعود كبيره قوي، فما نرغيش كتير ويلا بينا نخش في الفيديو عشان اوفي بكل الوعود اللي انا وعدتها لك. فالفيديو ده هيتقسم لكذا جزئيه. اول حاجه هفهمك المواقف الحياتيه اللي انت بتمر بيها واللي بتخلي ثقتك بنفسك قليله. هتشوف المواقف وهتفهم انت ليه في المواقف دي ثقتك بنفسك قليله، وبعد كده هديك الطريقه اللي ازاي هتعلي ثقتك بنفسك، وبعدين هديك المكاسب اللي هتحصل عليها في الدنيا دي حرفيا بعد لما ثقتك بنفسك هتزيد. اول حاجة عايزك تتخيل معايا دلوقتي انك انت في ثالثه ثانوي ورايح انك تحجز دروس عشان تبتدي السنة وتذاكر وكل الكلام ده. فدلوقتي انت رحت تحجز درس وحجزت الدرس ده، فلنفترض مثلا ان هو درس انجليزي. انت رحت فعلا حجزت الدرس، وراح المدرس مسكك وحطك في المجموعة دي فيها صحابك، يعني المجموعة اللي انت فيها في درس الانجليزي موجودين معاك صحابك اللي انت تعرفهم، اخواتك بالعربي. ففي نفس المجموعة دي راح المستر كده وقف وقال انا هسأل سؤال، والسؤال ده اللي هيعرفه وهيكون عبقري. سأل السؤال، مفيش اي حد كان يعرف السؤال غيرك انت. هل انت هنا في الموقف ده هتتصرف ازاي وانت في مجموعة فيها صحابك؟ هقول لك انا هتتصرف ازاي. انت في الموقف ده هترفع ايدك وبكل ثقة وهتقف قدام المستر وتقول له الإجابة كذا 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 كذا، وتبص لاصحابك بصت كده كأنك واحد منتصر، كأنك انت القائد، كأنك انت الملك. الثقة حرفيا ملياك، وصحابك بصلك بانبهار ومنبهرين. سؤال اتسأل مفيش حد يعرفه غيرك انت. طب تعالى هاخدك في نفس الموقف ونفس السؤال، بس هحطك مع مجموعة ولاد، بس الولاد دول انت ما تعرفهمش، يعني انت اول مرة تشوفهم ولا هم يعرفوك ولا انت تعرفهم. فجه المستر سأل نفس السؤال، والسؤال ده ما حدش طلع يعرفه غيرك انت. هل انت تصرفك هيكون في الوقت ده نفس التصرف وانت في المجموعة اللي فيها صحابك وتعرفهم؟ هقول لك انت ممكن في الوقت ده تتصرف ازاي. ممكن مثلا تقعد تسمع السؤال، فمش هتكون حابب انك تاخد اي مغامرة جديدة عشان الولاد اللي معاك وانت ما تعرفهمش، فانت مش متعود عليهم. فلو المستر سأل السؤال انت ممكن ترفع ايدك وتجاوب على السؤال وتقعد تاني، بس مش هتكون بنفس الثقة اللي كانت عندك وانت مع صحابك، مش هتكون بنفسها ابدا. او ممكن كمان تقرر انك انت ما تجاوبش على السؤال ده، وتعالى برضه هاخدك في نفس الموقف بس هحطك مع مجموعة كلها بنات وانت الولد الوحيد فيها، والمستر سأل نفس السؤال، وسبحان الله السؤال ده مفيش حد يعرفه غيرك انت. عارف انت هنا هتتصرف ازاي؟ انت هنا هيكون عندك تصرفين برضو. اول تصرف، لو قررت انك تقوم وتجاوب على السؤال ده هتكون متوتر قلقان جدا، حتى وانت بتتكلم وبتجاوب صوتك هتحسه اتقفل كده ومش قادر تتكلم، واحبالك الصوتية قفلت كده على بعض وشدت. وممكن تتصرف انك انت لا انا مش هجاوب عادي، انا مش هجاوب، مشي الدنيا خلاص وخلي الدرس يخلص وخلي الدنيا تخلص، مش هجاوب. طب ايه السبب في انك انت هنا ثقتك بنفسك عالية وانت هنا ثقتك بنفسك قليلة، بس انت هنا ثقتك بنفسك انعدمت خالص؟ يعني ايه الفرق يا عم ما بين الحاجات دي كلها؟ لو ما فهمتش الحتة دي فتعالى هديك موقف تاني هيفهمك وهيوضح لك اكتر الحاجة اللي انا عايز اقولها لك. نفس الموقف ده هو نفس الموقف اللي فوق، بس بتجربة مختلفة شوية. فخليني دلوقتي هوضح لك. انت يا باشا خلصت ثالثه ثانوي وداخل جامعة او داخل كلية او ايا يكن، ورايح الكلية بتاعتك ورايح تركب الميكروباص او المواصلة عشان تروح المكان اللي انت عايز تروحه، واللي هي فرضا الكلية مثلا. فانت جيت ركبت الميكروباص ده ورحت قاعد في مكانك، وراح جه واحد ولد وركب جنبك، شاب عادي زيك يمكن رايح الكلية زيك وركب جنبك. انت هنا هتتصرف ازاي لما هيجي شاب هيركب جنبك؟ جه الشاب وركب، انت ممكن هتتصرف عادي جدا، يعني مش هيكون فارق معاك الشاب ولا فارق معاك اي حاجه. فكان الطريق بتاع الكليه بعيد شويه، فانت حبيت انك تريح جسمك شويه. عارف انت هنا في الموقف ده هتتصرف ازاي؟ هتريح جسمك فعلا، هتقعد
عايز انك تنام هتنام، هتتكي ظهرك ورا، يعني هتريح نفسك، هتاخد راحتك في القعدة وكل حاجة وهتكون مرتاح جدا. بس لو جيت وركبت بنت جنبك، انا ما ركبتش شاب، ركبت دلوقتي بنت جنبك، معاك بنت في العربية والطريق كان طويل، هل انت هتريح نفسك لو انت كنت عايز ترتاح وقت لما البنت دي ركبت جنبك او ركبت معاك في العربية؟ انت مش هتعمل كده. انت اللي هتعمله بالظبط تفرد ظهرك وتظبط لبسك وتحاول انك تظبط شعرك وتحاول انك تكون بيرفكت. تتكلم مع السواق تقول له الاجره كام يا اسطى، تعلي كده في صوتك وتخشن كده صوتك، تقول لي يا توماس ماشي، ما دي بنت الجنس الاخر وانا برضو بحاول اعجبها، وانت اكيد فاهم الحاجات دي كلها. هقول لك ماشي، هي الفكره مش في هنا، اللعبه كلها مش في الحته اللي انت قلتها دي، مش عشان هي بنت وانت ولد فانت عايز تعجبها، الفكره مش هنا خالص. خليني دلوقتي هطلع لك للمثال اللي فوق وهفهمك ايه اللي حصل هنا، وهنزل بيك تحت تاني وهفهمك ايه اللي حصل هنا. ركز معايا في الكلام ده عشان الكلام ده هو اللي هيعتبر الحل للحاجة دي. هنجيب شخصية والشخصية دي هتكون واثقة من نفسها وهنسميه مثلا زيوس، يعني الشخصية اللي قدامك دي هنسميها مثلا زيوس. فتعالى كده نشوف زيوس هيتصرف ازاي في المواقف دي. اول حاجة زيوس وهو راح في المجموعة اللي فيها صحابه اتكلم بكل ثقة وجاوب على السؤال بكل ثقة زي ما انت ما عملت بالظبط. وزيوس لما راح المجموعة اللي فيها ولاد ما يعرفهمش برضه اتكلم بكل ثقة وجاوب على السؤال بكل ثقة وما عملش زيك في الحتة دي. طب زيوس في المجموعة اللي فيها بنات وجنس آخر وبيحاول يعجبهم وكل الكلام ده، وقت لما اتسأل السؤال وقف وجاوب بكل ثقة. طب الفكرة هنا ليه شخصية زي زيوس واثقة من نفسها قدرت في الثلاث مواقف كلها تكون ثقتها بنفسها زي ما هي؟ ايه الفكرة؟ ايه السر؟ هقول لك انا دلوقتي ايه السر. بص يا صاحبي، زيوس الشخصية الواثقة من نفسها الجامدة واثق من نفسه لحاجة واحدة بس، انه هو مش مستني انه حد يقبله او مش مستني انه حد يرفضه. يعني ايه الكلام ده يا عم توماس؟ هقول لك انا دلوقتي. انت لما كنت في المجموعة اللي فيها صحابك انت ما كنتش مستني انهم يقبلوك او يرفضوك، فانت كنت بكامل ثقتك بنفسك. ليه؟ صحابك عادي، يعني اتصرفت تصرف عادي، اتكسفت مش عارف ايه، عادي يعني الدنيا هتعدي ما بينهم. بس انت في المجموعة اللي فيها ولاد ما تعرفهمش، لا الموضوع ده ابتدى يقل شوية. انت عايز الولاد دي تقبلك او عايز تبان قدامهم بصورة كويسة جدا. طب وفي المجموعة اللي فيها بنات انت هنا لا، انت هنا مستوى انهم يقبلوك عندك بيزيد اكتر، فبتبقى مش عايز تغلط اي غلطة او تتصرف اي تصرف عشان ما تتوهمش انهم رفضوك. فانت بتحصر نفسك ما بين، في المواقف دي بتحصر نفسك في حتة انك انت عايز الناس تقبلك. في المثال اللي تحت لما جه ركب جنبك ولد انت عادي، انت مش مستني الولد يقبلك، بس لما جت ركبت جنبك بنت لا انت مستني البنت تقبلك. فانت بالتالي تصرفاتك هتبتدي تتغير وثقتك بنفسك هتكون اقل بكتير قوي. ليه؟ لانك بتحسب كل فعل انت هتعمله. لو انت جيت مثلا ركبت البنت جنبك قميصك كان عامل كده فممكن تقول ايه ده قميصه عامل كده، ده واد مش كاريزما، ده مش عارف ايه، انت مستنيها انها تقبلك. فلتفترض معايا انك انت رايح مثلا ايفنت معين، فانت ورايح الايفنت ده شفت صحابك اللي من زمان قوي ليك انت فتره ما شفتهمش وشغالين بتبصوا لبعض، بس ما حدش فيكم رايح يسلم على التاني. يعني انتوا الاتنين ثقتكم قليله في بعض. ليه ثقتكم قليله في بعض؟ عشان انتوا مستنيين الناس تقبلكم، او انت مستنيه يقبلك وهو مستني انك انت تقبله، وبتفضلوا تحسبوا في الحاجه كتير قوي. طب لو انا رحت سلمت عليه ممكن ما يسلمش عليا، يكسفني، اتحرج قدام الناس، تطلع عني سمعه مش عارف ايه. والمشكله هنا انك انت عندك الايجو عندك عالي جدا، فما بتبقاش عاوز تظهر في اي صورة تقلل منك. فلما انت تيجي تتحط في موقف زي ده وتكون في جروب، الجروب ده انتوا كلكم صحاب مع بعض، ولاد بنات مع بعض في نفس الدفعة نفس الكلية ايا يكن، فبالتالي انت بتوهم نفسك انه لا انا مش عايز اتصرف اي تصرف غبي عشان ما ترفضش من الناس دي او الناس دي ما تقبلنيش. فبالتالي بتكون ثقتك بنفسك قليلة جدا. لو انت فهمت حتة القبول والرفض وانك ما تستناش من الناس لا تقبلك ولا ترفضك وانت داخل تعمل الحاجة اللي انت عايز تعملها، انت رايح مع الشلة دي او مع الصحاب، عجبتك مثلا نكتة كده جت مثلا في بالك، والنكتة دي مثلا بايخة، فما تفكرش فيها انها نكتة بايخة ممكن ما تضحكهمش، او ممكن تقول لا ده النكتة دي هتضحكهم. لا، جت في بالك النكتة قولها، ضحكوا كان بها، ما ضحكوش
كان بقى لو حطيت في دماغك في اي موقف انك مش مستني من اي حد ان هو يقبلك، هتتصرف بكل ثقة بالنفس. افهم الحتة دي وحطها في دماغك كويس جدا، وصدقني هتتصرف بطريقة انت ما تتخيلهاش. فصدقني ثقتك بنفسك هتبتدي تزيد وتعلى وقت ما تتحط في مواقف، والمواقف دي تتصرف فيها تصرف انت مش مستني تبهر او تعجب اي حد. انت في حاجة هتعملها اعملها. عندك انت فرح عايز انك ترقص، بس انت شغال بتفكر طب لو رقصت ممكن يقولوا رقصه مش حلو مش عارف ايه، خش وارقص. ما تستناش انك انت تبهر حد. كل ما تستنى انك تبهر حد او كل ما تستنى انك انت عايز حد يقبلك، ثقتك بنفسك هتقل. ليه؟ لانك انت عندك ايجو عالي، فمش عايز تتصرف اي تصرف غلط يجرحك من جوه او يجرح شعورك، فبالتالي بتاخد موقف انك انت ما تتصرفش التصرف ده، ما تعملش الحاجة دي. كنت انت مثلا في التجمع ده فكانوا بيشرحوا فيه حاجة، بعد لما خلصوا وسألوا هل في حد فهم اللي احنا شرحناه وعاوز يطلع يشرحه تاني؟ الواثق من نفسه اللي هيطلع ويمسك المايك ويشرح وهيتلخبط وممكن الناس تضحك، اسمه طلع وشرح وتلخبط. بس انت اللي انت ممكن تعرف تشرح احسن منه مش هترضى تطلع وتتلخبط. ليه؟ لانك انت مش عايز الناس تضحك عليك، مش عايز الناس ترفضك، مش عايز انت كل الحاجات دي تحصل لك، مش عايز انت تحس بالمشاعر دي. فبالتالي لا، خليني هنا، لا ما تدينيش المايك، لا خلي المايك مع حد غير. فخلاصة الكلام ده، ما تستناش الناس تقبلك، ما تستناش انك انت تبهر الناس. فكل ما تحط في بالك الحاجات اللي انا قلتها لك دي، اول ما هتتحط في موقف على ارض الواقع هتفتكر كلامي كويس جدا. هتفتكر لما انت مش هترضى تمسك المايك وتتكلم او تعمل اي فعل، هتفتكر انك انت توماس قالك ما تستناش انك تبهر الناس او ما تستناش انه الناس تقبلك وروح اعمل الحاجة دي. ضحكوا عليك يضحكوا عليك، مش نهاية العالم، الدنيا مش هتتقلب. وصدقني الناس كلها هتتلم حوالين الشخص الواثق من نفسه، واكتر شخص هيكون اجتماعي، واكتر شخص الناس كلها هتحبه جدا. ليه؟ لانه بيعمل حاجات هم عايزين يعملوها بس عشان الايجو عندهم عالي فمش عاوزين يخاطروا الخطورة دي. لكن انت الشخص اللي بتعمل الحاجة اللي هم عاوزين يعملوها، فبيسقفوا لك كلهم في بالهم ويتمنوا انهم يكون عندهم نفس الثقة اللي عندك دي. فخليني دلوقتي هقول لك على المكاسب اللي انت هتاخدها بعد لما فعلا تطبق الكلام اللي انا قلته لك. بس قبل ما هقول لك على المكاسب اللي هتاخدها، الموضوع صعب، انا عارف الموضوع صعب جدا، الكلام قد يبان سهل بس الموضوع صعب. بس وقت ما تتحط في موقف من المواقف دي اللي بتحتاج منك انك تتصرف بثقة بنفس عالية، افتكر كلامي كويس جدا. ابدأ بحاجات صغيرة لحد ما كل حاجة تعلى وتعلى وتعلى. انا في حاجات انا ممكن اخاف ان انا مثلا اعملها، ممكن اخاف من ان الناس تقبلني او الناس ترفضني، بس بحاول ان انا بدوس على نفسي وبعمل الحاجات دي، بتفتح عندي ليفل تاني وبحاول اعمل الحاجة التانية. فخليني دلوقتي هقول لك على المكاسب اللي انت هتاخدها لما ثقتك بنفسك تعلى. اول حاجة، عد معايا، لو انت في بنت عجباك، عارف انت ورايح هتكلمها، مش هتكون مستني ان البنت دي تقبلك او انه البنت دي ترفضك. البنت عجبتك، رحت مثلا كلمتها، ازيك عامله ايه، ممكن اننا نتكلم، نقعد مثلا نتكلم، ايا يكن الطريقه اللي انت هتخش بيها. شافتك تفت في وشك فرضا، يعني تفت في وشك، لف نفسك وارجع تاني عادي جدا. ليه؟ لانك انت حاطط في بالك انت مش مستني لا قبول منها ومش مستني رفض، انت مش مستني اي حاجه منها. ولو انت عاوز انك تكون صانع محتوى وعاوز انك تطلع وتعمل محتوى تتكلم وعندك معلومات، بس انا عارف انك انت خايف من اهلك هيقولوا عليك ايه، يقبلوك يرفضوك، قرايبك، بنت عمك، بنت خالك، البنت اللي انت بتحبها، خطيبتك، كل الحاجات دي بتمنعك. ليه؟ عشان بتلعب في حتة انهم ممكن يقبلوك وممكن يرفضوك. لكن لو انت ما مستنيش منهم لحد يقبلك ولا حد يرفضك، هتصنع محتوى وهتعيش فعلا حياة. صدقني هتعيش فعلا الحياة، هتعيش فعلا الحياة لما انت تبقى ما مستنيش من الناس انهم يقبلوك او انهم يرفضوك. ودي حتة كده هدية كده مني ليك، لو عاوز انك تزود ثقتك بنفسك اكتر، فعامل شكلك بيكون من اكتر العوامل اللي بيخلي عندك ثقة بالنفس اكتر. فروح اتفرج على الفيديو ده، هيقولك ازاي تقدر تغير شكلك مهما كانت جيناتك من غير اي عمليات تجميل.